هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 22 من مايو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعات يقدم لكم الزميل أحمد شريف اللقاء الذي أجراه بمناسبة أعياد الاستغلال مع الناشط الحقوقي القاضي سليمان صديق من النمسا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. تشديد الدوريات العسكرية في حي آخرية في أسمرة. حراك كفاية يعقد اجتماعا جماهيريا في باريس. وزير الخارجية الإريتري يزور الخرطوم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. تفيد مصادر إذاعة إرنا من الداخل بأن سلطات الأمن والجيش تشدد إجراءات الحماية العسكرية في العاصمة، وبشكل خاص في حي آخرية الذي شهد انطلاقة انتفاضة طلاب مدرسة الضياء الإسلامية في شهر أكتوبر من عام 2017. وتقول المصادر بأن مداخل ومخارج الحي تشهد تواجدا مكثفا لسيارات البيك أب المسلحة، وهو الأمر الذي عدته المصادر لافتا للأنظار. وتتزامن إجراءات تجديد الدوريات في العاصمة مع اقتراب موعد الاحتفال بذكرى عيد الاستغلال 28، وتتزامن كذلك مع ازدياد نشاط حراك كفاية، والذي يحظى بمتابعة كبيرة في الداخل، وأدى إلى انزعاج السلطات ودفعها إلى قطع خدمة الإنترنت في البلاد وحصرها في كبار المسؤولين في الدولة والحزب. وكان حي آخرية قد شهد انطلاقة انتفاضة طلاب مدرسة الضياء الإسلامية الذين خرجوا في تظاهرة كبيرة وصلت حتى قلب العاصمة، وكانت هذه أول تظاهرة جماهيرية في البلاد منذ استقلالها عام 1991، وكسرت حاجز الخوف الذي يعيشه الشعب الإريتري من جراء السطوة المستبدة للرئيس إيسياس أفورقي. للمزيد مستمعي ومستمعات الأفاضل حول هذا الموضوع، تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج متابعات. شهدت العاصمة الفرنسية باريس مساء يوم السبت الماضي الموافق 18 من الشهر الجاري اجتماعا جماهيريا حاشدا لإريتريين وإريتريات قادمين من مختلف المدن الفرنسية، وذلك للمشاركة في الاجتماع الجماهيري الكبير لحراك كفاية. وقال منظمو الاجتماع بأن التجمع جاء من أجل تفعيل دور الإريتريين المقيمين في فرنسا في حراك كفاية، والذي حدد أهدافه في رفض الاستبداد ورفع وتيرة المقاومة الوطنية بالاعتماد على الشباب، والدعوة إلى تأسيس دولة الحرية والقانون، والتي يقع عبء تأسيسها بشكل كبير على الشباب كما قال المنظمون. وناقش المجتمعون سبل تفعيل الحراك في فرنسا أسوة بالمدن العالمية الأخرى، وحدد المجتمعون موعدا للقاء موسع في باريس لتعظيم دور الحراك مستقبلا. قام وزير الخارجية عثمان صالح والمستشار يماني جبراب بزيارة إلى الخرطوم، التقيا فيها رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه حمدان دوغلو حميتي. وهذه أول بادرة منذ قيام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بإغلاق الحدود مع إريتريا واتهامها بتدبير عمل عسكري مشترك مع مصر ضد بلاده. ويشير مراقبون بأن الزيارة تمت بترتيب أماراتي، حيث تحتفظ الأمارات بعلاقات جيدة مع الطرفين. إلى ذلك وصلت المفاوضات السياسية بين قوى التغيير والحرية والمجلس العسكري في الخرطوم إلى طريق مسدود ينذر بتأزم الأوضاع في البلاد. ووزع ناشطون سودانيون منشورات تفيد بأن قوى الحرية والتغيير أعلنت بأن المجلس العسكري يعيق التفاوض واقتسام السلطة، حيث يصر على ترأس المجلس السيادي المقترح وزيادة نسبة التمثيل العسكري فيه.
وهو الأمر الذي ترفضه قوى الحرية والتغيير، والتي دعت إلى إضراب عام في مختلف مدن البلاد حتى يتم إرغام المجلس العسكري للتوافق حول الحكم المدني. بهذا الخبر من الخرطوم عزيزاتي المستمعات وأعزائي المستمعين، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. تشديد الدوريات العسكرية في حي أخرية في أسمرة. حراك كفاية يعقد اجتماعا جماهيريا في باريس. وزير الخارجية الإريتري يزور الخرطوم. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل فيما مضى إلى نشرتنا للأخبار. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرينا الدولية في باريس نلتقيكم في حلقة من برنامج متابعات. في هذه المرة أعزائي المستمعين، وبما أننا اليوم 22 من شهر مايو اللي بيصادف الذكرى 28 للاستقلال والتحرير بين قوسين، يسرنا أن نلتقي بالأستاذ سليمان صديق، الناشط السياسي والحقوقي، نلتقيه من مقر إقامته في النمسا. مولانا سليمان صديق، مرحبا بك في إذاعة إرنا الدولية من باريس. هذه إذاعة إرنا. مرحبا بك أخي أحمد شريف، وعبرك أحيي إذاعة إرينا الدولية والتي ظلت تتصدى ضد النظام الدكتاتوري في أسمرة، وأهنئك وأهنئ جميع المستمعين للإذاعة بحلول شهر رمضان أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. بارك الله فيك مولانا سليمان. زي ما قلنا، يعني ذكرى الاستقلال اليوم 22 من مايو، وكل ما أطل مايو طبعا هو مايو يحمل في طياته الكثير. ذكرى الاستقلال 28 بين الواقع المظلم والتاريخ المشرق. كيف ترى مولانا سليمان صديق هذه الذكرى وأنت في مقر إقامتك بعيد من أرض الوطن؟ تفضل مولانا. شكرا أخي أحمد شريف. بالنسبة للسؤال، لا شك أن الذكرى 28 بعيد الاستقلال يحتفل بقدومها هذا العام، وما زال الوطن أسيرا في غبضة النظام القمعي الذي لا يرحم. وعلى الرغم من مرور أكثر من ربع قرن من الزمان على التحرير، لا التحرير يبدو تحريرا ولا الاستقلال يشبه استقلال بالمعنى المتعارف عليه، بل حتى الوطن نفسه لم يعد ذلك الكيان الذي كنا نعرفه ونألفه، فقد تلاعب به المتلاعبون وغيروا ملامحه. فقدنا بكل صراحة أخي أحمد شريف ذلك الوطن الجميل الذي كنا نعشقه، وكنا على استعداد كما تعلم أن نعيش في كنفه أحرارا أو نقتل دونه. هذا هو الواقع بدون رتوش، واقع مظلم بكل المقاييس كما تفضلت، لكن مع ذلك يبقى الأمل في غد أجمل وحياة أفضل بإذن الله. وكما يقولون، كلما ازداد الليل سوادا كلما أصبحنا أقرب إلى الفجر، وأعتقد أن التغيير قادم لا محالة، لكن نأمل أن يكون إلى الأفضل بإذن الله. بإذن الله مولانا سليمان صديق، نشكرك على هذه الإضاءة. ولكن ربط قيم الاستقلال ومعانيها الوطنية، هل يجوز ربطه منطقيا بالممارسات غير الوطنية التي تضرب البلاد على أطرافها لأكثر من ربع قرن؟ هل يجوز ربطه بالممارسات غير الوطنية لفئة يعني صحيح هي مسيطرة ومستحكمة وكل شيء، ولكنها لا تمثل بالنسبة للأغلبية رغم ما تقدمه من كل الممارسات غير القانونية وغير الشرعية وغير الدستورية وما إلى ذلك؟ كيف ترى ذلك مولانا سليمان صديق؟
لا يجوز طبعا ربط هذه القيم بهذه العسابة، وحيث أن الثورة تعني الوعي وتعني الكرامة، والاستغلال هو بالنتيجة تتويج لهذه المعاني والقيم التي استشهد تحت ظلالها الآلاف من شباب الوطن. والنظام كما هو معروف حتى اليوم يتاجر بقيم الوطنية وبالتضحية ومعاني الاستشهاد والإيثار، على الرغم من أنه طبعا كما تعلم قارق حتى أذنيه في الفساد والمحسوبية والاستبداد، حيث النظام ديكتاتوري كما هو معروف للجميع لا يهمه أمر الوطن ولا المواطنين بقدر اهتمامه بالبقاء في سدة الحكم لأطول فترة ممكنة، تارة طبعا بذريعة التصدي للطابور الخامس، وتارة بالمندسين والخونة وعملاء الوياني، ودوما طبعا بذريعة الدفاع عن الوطن وسيادته، مع أن النظام فشل في التصدي والحفاظ على التكامل الإقليمي للوطن ولا الدفاع عن حياده. وأخي أحمد، من العجيب ككل المستبدين والطغاة فإن رأس النظام نشر للأسف الشديد قيم الشيفونية التي لا ترى عيبا في المواطنين جميعهم طالما هم رادون عن حكمه ومتماهون مع أوهامه. والقريب كل دكتاتور كما هو معلوم يسعى إلى مجده الشخصي، فالقذافي رحمه الله على سبيل المثال ربط نفسه بما سماه بالنهر العظيم، والمرحوم جمال عبد الناصر بمشروع السد العالي. أما المعتوه الذي عندنا مشروع مجده الشخصي كان متوادعا وبائسا، حيث ربط نفسه بترعة قرصة أو ما يسمونه ببعض الديجاتات وحسبي في عالم يحتفل بالوصول إلى حقائق الكون والفداء. طيب مولانا، أمام هذا التوهان وهذه العربدة السياسية، لو تساءلنا كيف يمكن إعادة معاني وأهداف وقيم الاستقلال والحرية إلى الشعب المنكوب المظلوم والوطن الجريح المختطف؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لا شك أن إعادة معاني وأهداف الاستقلال لا يتأتى طبعا إلا عبر إعادة الاعتبار للشهداء، ليس بوضع بعض مسؤولي الهدف أكاليل الزهور على قبورهم أو إطلاق عدد من الذخائر في الهواء إكراما لأرواحهم، وإنما برعاية أسرهم وأبنائهم على نفقة الدولة التي لا تعرف حتى الآن الميزانية المالية السنوية، وإعادة الاعتبار أيضا للمعاقين وجرحى حرب التحرير الذين يتم استقلال وضعهم في بيع أوراق اليانسيب في الطرقات العامة، وهو ما يجعل قصة تحرير الوطن كما لو كانت بيع للأوهام، ويطلب من المعاقين بدورهم اليوم أن يبيعوا للناس الأوهام. وعلى كل حال إن إزالة الدكتاتورية وكنس آثارها من الوجود وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي بالتأكيد سيعطي المعنى الحقيقي للاستقلال والمغزى الحقيقي للتضحيات الجسام. ولكن مولانا، إذا تساءلنا وقلنا يعني إلى متى سيتم توظيف كثير من القيم النضالية التي أشرت إليها مثل الاستشهاد والحرية والاستقلال والنضال بعيدا عن مضامينها الحقيقية، وتفتكر مين المسؤول عن هذا التشويه المتعمد؟ في تقديري المسؤول الأول والمباشر هو رأس النظام. وأما بخصوص توظيف هذه المعاني التضحية والاستشهاد والإيثار، بالتأكيد سيتم استقلال هذه المعاني حتى زوال النظام، فهذه الممارسات بلا شك ليست أخطاء أو خطايا النظام، وإنما هي أسلوب إدارة ومنهج حياته، فلا شك سيستمر هذا التوظيف بلا شك إلى أطول فترة ممكنة. هذه إذاعة إرينا. أعزائي المستمعين، لازلتم مع إذاعة إرينا الدولية من باريس، والمتحدث إليكم هذه المرة هو مولانا سليمان صديق، الناشط السياسي والحقوقي، يتحدث في ذكرى الاستقلال من مقر إقامته في النمسا. مولانا سليمان، واصل معك هذه المقابلة في برنامج متابعات. بلا شك وأنت سيد العارفين مولانا سليمان، نحن أمام تجربة
لفترة، أي لفترة ما بعد التحرير، وهي تجربة فاشلة بكل المقاييس. تفتكر من يتحمل مسؤولية هذا الفشل؟ يعني أليس من يعني عدم المنطق أن نحمل جهة معينة هذا الفشل، ولا من الناحية السياسية والقانونية وغيرها الجهة الحاكمة هي التي تتحمل؟ من يتحمل المسؤولية أمام هذه التجربة الفاشلة بكل المقاييس؟ في الواقع إن فشل الدولة يتحمل مسؤوليتها بشكل أساسي رأس النظام أو الدكتاتور، لكن المجتمع أيضا يتحمل جزءا من هذه المسؤولية، وخصوصا هؤلاء الذين كانوا حول الرئيس أو حول رأس النظام، فهم الذين فالمجتمع هو الذي يجعل، أو الناس حول المستبد هم الذين يجعلون من الدكتاتور دكتاتورا، فبالتالي يتحملون جزءا لا يستهان به من المسؤولية. أيضا الرافدون للنظام في الخارج يتحملون جزءا من المسؤولية، ذلك لأنه فشلوا في هؤلاء الرافدين في القيام بعمل ملموس على أرض الواقع، فظلت رغم أهميتها أعمالهم في إصدار بيانات الشجب والاستنكار وعقد مؤتمرات وسيمينارات. لكن لو كانت المعارضة قادرة للضغط على النظام لما تمادى رأس النظام في إدخال البلاد في أتون حروب عبثية لا ناقة لنا فيها ولا جمل، مما جعل البلاد في عزلة سياسية وحصار أدى بالنتيجة إلى هروب الشباب من القمع وأعمال السخرة التي تسمى زورا وبهتانا بالخدمة الوطنية. كل هذا أدى بالنتيجة إلى الفشل في كل المستويات. فبالتالي أنا أعتقد أن المسؤولية مسؤولية تضامنية بين النظام وبين المجتمع وبين ما يسمى بالمعارضة أو الرافدون للنظام. نعم نعم نعم، لأنه تحميل مسؤولية فشل الدولة لجهة معينة على سبيل المثال الجبهة الشعبية أعتقد فيها ابتسار للقضية وتقزيمها أكثر مما تستحق. أعتقد أنك تتفق مع هذه الرؤية، ولكن من يتحمل المسؤولية الكبرى أكبر؟ بمعنى يعني حتى الذين كانوا معه وهم خارج العملية الآن ما بيقولوا الحقيقة، في ناس يوجهوا لهم صوت لوم. كيف ترى ذلك مولانا؟ بالتأكيد رأس النظام لعب الدور الكبير أو القدح، وكان له القدح المعلى في سياسة الدولة وفي تسييرها وفي إدخال البلاد في كل هذه الإشكاليات التي كنا في غنى عنها. بالتالي يتحمل المسؤولية الكبرى أو المسؤولية أو الدور الأكبر في المسؤولية رأس النظام كما ذكرت، لكن لكل من المعارضة والمجتمع أو أعضاء القيادة التي كانت في ما يسمى بالجبهة الشعبية وبالأقدم أيضا يتحملون جزءا من هذه المسؤولية، باعتبار أنهم هم الذين جعلوا لهذا الرئيس أو لهذا الدكتاتور أن يتنمر على المجتمع وعلى الإقليم حتى. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نعم مولانا سليمان صديق، نحن على مشارف انتهاء هذه المقابلة، لكن أمامنا دقائق. طيب أين الخلاص من هذا التوهان والفجور السياسي اللي بتعيشه البلاد؟ فين الخلاص؟ والله في تقديري أن الخلاص من هذه العربدة السياسية لا تتأتى إلا بعد التخلص من الاستبداد الذي هو كما هو معلوم جذر الفساد. وحتى يستطيع الرافدون ممارسة السياسة، وحين يستطيع الرافدون أيضا ممارسة السياسة بمعناها الحقيقي بتوحيد صفوفهم وحشد طاقاتهم على صعيد واحد ضد القمع والاستبداد والنفاق وحرق البخور. يقال عادة حين تموت السياسة تزدهر الشعوذة، ولا أدري مدى صحة هذه المقولة، لكن الواقع المرير بالتأكيد أخي أحمد شريف يحتاج إلى الأفعال أكثر من الأقوال. ما في شك، ما في شك. مولانا سليمان صديق، أمامنا طبعا يومين تقريبا ورأس النظام سيخرج بزينته على الناس وسيطلق هديانه
وتخريفاته كالعادة. ماذا تتوقع في الكلمة التي سيلقيها رأس النظام في أسمرة مولانا سليمان؟ أخي أحمد شريف، في تقديري رأس النظام لن يأتي بشيء جديد، فسيعيد ويكرر ما قاله من تنمية ومن ازدهار ومن السلام المزعوم بين إريتريا وإثيوبيا وما إلى ذلك من هذه الترهات التي تشرفت بذكرها. ففي تقديري لن يكون هناك شيء جديد يمس حياة الناس أو يلامس مشاكلهم أو يلبي طموحاتهم في الانعتاق أو في التغيير الحقيقي للبلاد. مولانا سليمان، بما أنك ناشط حقوقي وسياسي، تنشط هذه الفترة المجموعات الإريترية أينما وجدوا، خاصة المتواجدين في الخارج، يعني بحملة كفاية وينخرط فيها عدد من الناس. بتقديرك، يعني برأيك، هل يمكن أن تؤدي مثل هذه التظاهرات في السوشيال ميديا إلى نتيجة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوطن والشعب؟ والله هذه أنا بسميها صرخة كفاية، هي لن تؤدي إلى أي تغيير يذكر، ولكن هي مجرد تسجيل صوت اعتراض ضد النظام، فتأثيرها بالتأكيد محدود في تقديري. وما لم يكن هناك عمل على أرض الواقع لن يكون هناك تغيير حقيقي في البلاد. نعم. وبما أننا يعني على أعتاب تقريبا عام من توقيع عملية السلام بين شخصين زي ما يصفوها كثير من المحللين، والمتفائلين يقولوها بين نظامين، واحيانا بين في اللاعبين الكبار، هؤلاء ما هم إلا عبارة عن منفذين السياسات الكبرى إقليمية كانت أو دولية. مولانا سليمان، على مدار عام المشهد الحقوقي في إريتريا كتداعيات لعملية السلام بين قوسين المزعومة هذه، لو افترضنا جدلا أنه يعني برضو عندها حاجات معينة يسوقها النظام، المشهد الحقوقي في إريتريا كيف يبدو بالنسبة لك كناشط سياسي وحقوقي؟ بالنسبة للسلام كما ذكرت وتفضلت، هي كانت عملية السلام بين شخصين بإرادة أطراف دولية وإقليمية معروفة. أما سجل حقوق الإنسان لا زال في البلاد ينتقل من سيء إلى أسوأ، وإن كان النظام اليوم نشعر بأنه قد بدأ يخف من هذيانه كما كان الحال في الماضي، لكن لا وجود لسلام حقيقي حتى الآن. نعم. طيب، في ختام هذه المقابلة مولانا، كلمة تود توجيهها إلى الشعب سيما في الداخل، وفي ذات الوقت كلمة توجهها أيضا إلى الحقوقيين الإريتريين المتواجدين في الخارج بهذه المناسبة في ذكرى الاستقلال في الذكرى 28، وبمناسبة شهر رمضان المبارك. نحن سعدنا بلقائك، فماذا أنت قائل مولانا سليمان؟ هذه إذاعة إرينا. أولا أكرر شكري لك ولإذاعة إرينا الدولية، وأوجه لكل شعبنا التهنئة بحلول شهر رمضان وبحلول الذكرى 28 للاستقلال. ونأمل الحقوقيين والناشطين أن يتحدوا وأن يعملوا عملا ملموسا يخلص الشعب من قبضة هذا النظام. وفي الأخير نأمل جميعا أن نرى زوالا قريبا لهذا النظام البغيض. المجد والخلود للشهداء الأبرار، والخزي والعار والشنار لرأس النظام البغيض. سعدنا بلقائك مولانا سليمان صديق، الناشط السياسي والحقوقي والكاتب أيضا، ككاتب معروف. يعني أنت كان لك عمود مشهور، صور من الحياة. الصور الحياة في الغربة كيف تبدو مولانا سليمان في نهاية الحديث؟ والله
الصور تبدو متناثرة ويصعب جمعها. أخي أحمد شريف، والغربة كما ترى اليوم أنت في موقع بعيد وأنا في آخر، وكل الناس تم توزيعهم بطريقة عشوائية سريالية. لك كل الود. شكرا لك سليمان صديق مولانا. التقينا وإياك عبر إذاعة إرنا الدولية من باريس في حلقة من برنامج متابعات، وكان الحديث حول الاستقلال، المعنى والمغزى، كيف يحتفل الشعب وما هي الدلالات في هذه الذكرى. أنا سعدت بلقائك مولانا سليمان صديق الناشط السياسي والحقوقي، ولكم أعزائي المستمعين عاطر التحايا والأمنيات. تحياتي وتحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. أعيد إليكم مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه إذاعة إرنا. تجديد الدوريات العسكرية في حي أخرية في أسمرة. تفيد مصادر إذاعة إرينا من الداخل بأن سلطات الأمن والجيش تشدد إجراءات الحماية العسكرية في العاصمة، وبشكل خاص في حي أخرية الذي شهد انطلاقة انتفاضة طلاب مدرسة الضياء الإسلامية في شهر أكتوبر من عام 2017. حراك كفاية يعقد اجتماعا جماهيريا في باريس. شهدت العاصمة الفرنسية باريس مساء يوم السبت الماضي الموافق 18 من الشهر الجاري اجتماعا جماهيريا لإريتريين وإريتريات قادمين من مختلف المدن الفرنسية، وذلك للمشاركة في الاجتماع الجماهيري الكبير لحراك كفاية. وزير الخارجية الإريتري يزور الخرطوم. قام وزير الخارجية عثمان صالح والمستشار يماني جبراب بزيارة إلى الخرطوم التقيا فيها رئيس المجلس العسكري ونائبه، وهذه أول بادرة منذ قيام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بإغلاق الحدود مع إريتريا واتهامها بتدبير عمل عسكري مشترك ضد بلاده. ويشير مراقبون بأن الزيارة تمت بترتيب أماراتي، حيث تحتفظ الأمارات بعلاقات جيدة مع الطرفين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامج متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.